والعباد كيف ينظرون؟ دائما لابد أن ينظروا إلى المستقبل بأنه خير، لأن الله جل وعلا يحب من عبده الفأل الحسن. الله جل وعلا لا يحب التشاؤم ولا أهل التشاؤم. ثانيا يحب من عباده الفأل الحسن، والفأل الحسن هي الكلمة الطيبة ومعها الفكرة الطيبة التي تفتح وتشرح الصدر. وكذلك الله جل وعلا يحب من عبده أن يظن به أنه يفرج همه. ولذلك سوء الظن بالله جل وعلا هذا من خصال الجاهلية. ومن سوء الظن أن تظن أن الله جل وعلا يفعل بك السوء، وهذا لو أتى به الشيطان إليك فلا بد أن تنفيه